السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. معكم حازم بلال، سايبر سيكيورتي انجينير متخصص في النتورك بنتريشن تيستنج، ويب ابلكيشن بنتريشن تيستنج، موبايل ابلكيشن بنتريشن تيستنج. النهارده هنتكلم عن روت ماب دبلومة زيرو تيس، وازاي تقدر تبدا صح في مجال الاختبار الاختراق او البنتريشن تيستنج من الصفر لحد مستوى احترافي. طيب، قبل ما اتكلم في فكره الروت ماب بتاع الدبلومة زيرو تيس، خلينا اتكلم معاك في الشغل بتاع الشركات. طيب، في مصر اغلب الشركات مش عايزك تبقى متخصص في حاجه واحده بس. الحقيقه على ارض الواقع الشركات بتدور على حد يفهم نتورك بنتريشن تيستنج وويب ابلكيشن بنتريشن تيستنج. النتورك بنتريشن تيستنج اللي هو اختبار اختراق في الشبكات، والويب ابلكيشن هو اختبار اختراق في تطبيقات الويب، اللي هو اختبار اختراق في المواقع. تمام. طيب، ليه ليه الشركات بتبقى عايزه النتورك والويب؟ لان اغلب الشركات عندها سيرفرات وشبكه وويب ابلكيشن. الشركه مش هتوظف 3 اشخاص لكل جزء، هي عايزه توظف شخص واحد يكون فاهم الاتنين، يفهم الشبكه ويفهم الويب. يعني ان انت مش تبقى كفايه انك تبقى في الويب بس، ومش كفايه انك مش كفايه انك تبقى في النتورك بس. تمام. طيب، الروت ماب دبلومة زيرو تريس فيها نتورك بلس، وفيها اي جي بي تي فيرجن 2، وفيها الاي دبليو بي تي فيرجن 2. طيب، النتورك بلس بتفهم الشبكه، انما الاي جي بي تي فيرجن 2 وهي بتتعلم البنتستنج نتورك، الاي دبليو بي تي بتتعلم بنتستنج ويب. كده انت غطيت للشغل بتاع الشركات اهم دومينين اللي السوق اصلا محتاجهم منك. تمام. لو انت داخل المجال وبتقول هختار حاجه واحده بس، فللاسف انت كده بتقفل على نفسك فرص كتيره جدا. السوق مش محتاج حد يكون حافظ تول، السوق مش محتاج حد يكون حافظ تولز خالص. السوق عايز حد يكون فاهم شبكه وفاهم ويب. تمام. طيب، خلينا نبدا بالروت ماب دبلومة زيرو تريس. اول حاجه دي الروت ماب دبلومة زيرو تريس، بتبدا معانا بثلاث شهادات: نتورك بلس، اي جي بي تي فيرجن 2، والاي دبليو بي تي فيرجن 2. تمام. طيب، ناخد نتورك بلس نبدا بيها. وليه بنتعلم نتورك بلس، وليه تبدا بيها اصلا؟ اول حاجه، ليه تبدا بالنتورك بلس؟ عشان الهجوم بيحصل على النتورك. لو انت مش فاهم تي سي بي اي بي هتكون اعمى وانت بتهاجم الشبكه. فانت بتفهم في النتورك بلس زي الاو اس اي موديل، الاي بي، سبنت ماسك، البورتس، البروتوكول، الراوتنج والسويتشنج والكلام ده. من غير المرحله دي اي حاجه بعدها هتبقى حفظ مش فهم خالص. تمام. كده احنا خلصنا النتورك بلس. ندخل على الاي جي بي تي فيرجن 2. الاي جي بي تي فيرجن 2 وهي جونيور بنتريشن تيستنج، مقدمه من شركه اي ان اي ليرن سكيورتي. وهنا اختبار اختراق في الشبكات. بتبدا تتعلم انفورميشن جاذرنج، سكاننج، اكسبلويتيشن اللي هو الاستغلال، والبريفليج اسكليشن اللي هو رفع الصلاحيات، والبوفتنج ان انت تبدا تتنقل بين الاجهزه وغيرها. تمام. فالاي جي بي تي شهاده قويه جدا، ودي هتبقى قويه جدا كبدايه ليك في مجال البنتريشن تيستنج لو انت شخص مبتدئ. تمام. كده احنا خلصنا الاي جي بي تي فيرجن 2. ندخل على الاي دبليو بي تي فيرجن 2 وهي ويب ابلكيشن بنتريشن تيستنج، مقدمه برضو من شركه اي ان اي. وهنا بتدخل على اختبار اختراق تطبيقات الويب، اللي هي المواقع، بتكتشف ثغرات زي الاكس اس اس طبعا. تمام. والسيكوال انجكشن، واثنتيكيشن باي باس، والسيشن اتاكس، والفايل ابلود، وكوماند انجكشن. طيب، يعني انت بتكتشف ثغرات اللي هي منظمه الاواسب توب 10، بتتعلم اشهر 10 ثغرات. تمام. طيب، كده احنا شرحنا الاي دبليو بي تي فيرجن 2. تمام. خلينا بقى منقسم ليها فرعين: HTML وجافا سكريبت. طيب، ليه بتعلم لغات برمجه زي ال HTML؟ تمام. وليه بتعلم لغات برمجه زي الجافا سكريبت؟ لغه برمجه HTML وجافا سكريبت طبعا يعني مش محتاج ان انا اعرف بيهم حاجه. ليه بتعلم HTML وجافا سكريبت؟ عشان تفهم الموقع شغال ازاي، تعرف الثغره بتحصل فين بالظبط، ما تبقاش سكريبت كيدي. البنتريشن تيستنج، الويب ابلكيشن بنتريشن تيستنج، او الشخص اللي هو اختبار اختراق في تطبيقات الويب، بيبقى فاهم الكود، مش مجرد ان هو بيجرب تولز وخلاص. تمام.
طيب بعد كده لما بنخلص النتورك بلس والاي جي بي تي فيرجن 2 والاي دبليو بي تي فيرجن 2 مع لغات البرمجه ال HTML والجافا سكريبت، تمام، بندخل على حاجه اسمها وهي الباش سكريبت اوتوميشن تولز. ايه هو الباش سكريبت والاوتوميشن تولز وليه اصلا انا بتعلمه؟ الباش سكريبت بدل ما تعمل حاجه يعني بدل ما تعمل حاجه 100 مره، لا انت ممكن تعمل سكريبت تسرع شغلك، تبني تولز بنفسك. دي اللي بتفرق بين شخص مبتدئ وشخص محترف. فالباش سكريبت دي لغه برمجيه برضو، بتبدا تتعلم ازاي تكتب سكريبتات بايدك. بنعلمك اللغه نفسها، وبعد كده بنبدا نتعامل ان احنا نعمل تولز كامله تسرع عمليه شغلنا في حته البنتريشن تيستنج، سواء في النتورك اللي هو الاي جي بي تي او في الاي دبليو بي تي. تمام. فاللي احنا بنتعلم اوتوميشن تولز، بدل ما انت تعمل حاجه 100 مره، لا احنا بنعمل سكريبت كامل، والسكريبت ده ينفذ حاجه معينه احنا بنقول له عليها. فدي بتسرع عمليه شغلنا. تمام. كمان نقدر نبني بيها تولز بنفسنا احنا. دي بتفرق بين شخص مبتدئ وشخص محترف. طيب نيجي بقى لاهم جزء في الدبلومه، هي البراكتس. البراكتس بيبقى عباره عن تراي هاك مي، يعني موجود بنطبق على تراي هاك مي وبورت سويجر. طيب نبدا بتراي هاك مي. خلينا نغير بقى الاخضر ده، نبدا بتراي هاك مي. طيب ليه بلعب سي تي اف على تراي هاك مي؟ تمام. كابشر ذا فلاج، لان انت بتطبق يعني انت بتتعلم التطبيق، مش بتحفظ خالص. احنا هنا في الدبلومه مش بنحفظ اي حاجه. طبيعي انك تغلط وتتعلم، تغلط تاني وتتعلم تاني، الموضوع طبيعي لاول مره. تمام. طيب احنا بنحل سي تي اف لان احنا بنعمل عمليه محاكاه كامله، بتشوف سيناريوهات حقيقيه. سي تي اف كابشر ذا فلاج، ان انت بس بتوصل لكلمه سر بعد ما انت بتعمل انفورميشن جاذرنج وسكاننج واكسبلويتيشن وبوست اكسبلويتيشن بريفليج اسكليشن وهكذا. فالسي تي اف هو عباره عن جيم بس بيعلمك سكيلز عاليه جدا، بيعلمك مهاره. السوق لما انت بتروح تقدم على وظيفه لازم يكون عندك سكيلز، لازم يكون عندك مهارات. ما تعتمدش على المعلومات اللي موجوده في الدبلومه بس، لازم تحل سي تي اف كتيره جدا، هيديك سكيلز عالي جدا، افكار عاليه جدا. تمام. كترك ان انت بتحل سي تي اف، انت ممكن ساعتها تقدر تخش مسابقات بتاعت السي تي اف. تمام. طيب بعد كده البراكتس بتاعنا هو بورت سويجر. طيب بنخش على موقع اسمه بورت سويجر ويب سكيورتي اكاديمي، وهو ده بيكون خاص بالفولنربيليتي او الثغرات بشكل عام، ده بيكون في الويب ابلكيشن. طيب ليه لابات بورت سويجر مهمه؟ لانها معموله من ناس خبره في الويب ابلكيشن، بتركز على كل ثغره لوحدها. يعني في لابات خاصه بالاكس اس اس لوحدها، في لابات خاصه بالسيكوال انجكشن لوحدها، وهكذا. بتخليك تفهم الثغره بعمق. دي من اقوى المصادر في عالم الويب ابلكيشن. تمام. بعد كده بنخش على الرايت تيبس. الرايت تيبس ليه بنقرا رايت تيبس ونكتب نوتس ليها اصلا؟ وده مهم جدا. طيب رايت تيبس انت بتشوف ناس تانية اكتشفت ثغرات، وانس مثلا ان هي اكتشفت ثغرات في الاكس اس اس. طيب انت بتعمل ايه؟ والله انت بتاخد الفكره، هو بيكون كاتب رايت تيبس ليها ان هو اكتشف ثغره اكس اس اس، فانت بالتالي بتاخد النوتس اللي هو عاملها او الرايت تيبس اللي هو عاملها وتبدا تسجل بيها نوتس. يعني انت بتتعلم طرق جديده، مش مجرد ان انت طبقت على اكس اس اس فتروح تجرب عليها، لا انت لازم تقرا رايت تيبس عن الثغرات، لانها هتعلي افكارك. تمام. وهتخليك تاخد افكار ناس تانية ان هي اكتشفت الثغره دي. وانس ان هو اكتشف ثغره اكس اس اس ستورد ممكن تبقى ب $5000. فانت بتاخد الفكره، ولو لقيتها في موقع فبتطبق الفكره دي بالظبط في الموقع. فانت بتعلي افكارك في الثغرات، مش مجرد ان انت طبقت عليها وكده. النوتس ليه بنعمل نوتس للرايت تيبس اصلا؟ اولا بتثبت المعلومه، تقدر ترجع لها بسهوله بعد كده. وانس مثلا ان انا بعت في الدبلومه، وده فعلا بيحصل، لما تيجي تخش في الاي دبليو بي تي وتدرس ثغره زي الاكس اس اس مثلا، تمام، ببدا ابعت لك رايت تيبس كل شويه. يعني مثلا ممكن ابعت لك في يوم 5 رايت تيبس عن الاكس اس اس، فانت بالتالي بتفتح اللاب وتبدا تسجل نوتس برايت تيبس دي. لما تخلص الدبلومه خالص مثلا معاك حوالي 50 فكره للاكس اس اس، لما تيجي تخش على الويب سايت وتعمل هانتنج عليه ان انت تبدا تكتشف ثغره الاكس اس اس، ممكن تجرب ال 50 فكره على الموقع ده. تمام. وكده احنا خلصنا الفيديو النهارده، الروت ماب اللي هي دبلومه زيرو تيس. تمام. طيب لو انت فاكر ان المجال ده سهل،
فانت لسه ما شفتش الحقيقه. المجال ده محتاج صبر وتعب وتطبيق كتير جدا، بس لو انت كملت فعلا هتوصل ل 90% من الناس اللي مش بتوصلوا بجد. تمام. فلازم تكون عندك صبر كده، واعرف كده ان المجال ده هيكون فيه تعب، فلازم تذاكر ولازم تطبق على كل حاجه انت بتاخدها. الدبلومه هنا دبلومه زيرو تريس فيها تطبيق عملي 100%. تمام. مفيش اي حاجه نظري. النظري اللي انت هتقابله هو في فكره النيتورك بلس. انت بس محتاج تفهم الشبكات، تفهم يعني ايه اي بي، يعني ايه او اس اي موديل، يعني ايه مثلا سبنت ماسك، يعني ايه راوتنج والسويتش والكلام ده كله، تفهم ايه الفرق بين الهاب والسويتش والراوتنج والكلام ده. فانت النظري بالنسبه لك هو النيتورك بلس، ولكن الباشمهندس بيديك اسئله كتيره جدا كنوع من التاسكات، بحيث ان هو يشوف انت فهمت فعلا الجزء اللي اتشرح في المحاضره ولا لا. تمام. من اول الاي جي بي تي فيرجن 2 والاي دبليو بي تي فيرجن 2، هنا بقى التطبيق العملي بيحصل من اول يوم، من اول لينكس كوماند حتى. تمام. بس كده. لو انت احتجت اي حاجه او عايز تعرف تفاصيل معينه عن دبلومه زيرو تريس، تقدر تكلم الادمن. هتلاقي اللينك الجروب بتاع الواتساب بابليك زيرو تريس موجود في الديسكريبشن، وكمان هتلاقي البيج بتاعت بيج الفيسبوك بتاعت زيرو تريس موجوده برضو في الديسكريبشن. تقدر تكلم الادمن في اي وقت وهو يرد عليك بكل التفاصيل. تمام. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.